العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. تنظيم دورات تدريبية لصياد الأسماك. جهود لحماية الآثار في أقليم عنسبة. ارتياح الخدمات الصحية في مندفرة. عنف المتشددين في غرب أفريقيا شرد عددا قياسيا بلغ 2,000,000. إدارة بايدن تنوي مراجعة الاتفاق الذي أمضته واشنطن مع حركة طالبان. والصين تفرض إغلاقا في مناطق عالية الخطورة جراء كوفيد-19. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تقوم وزارة الثروة البحرية بتنظيم الدورات التدريبية لصياد الأسماك التقليديين لرفع إنتاج الأسماك كماً ونوعاً. أوضح مسؤول تنمية الأسماك والتنويع في مكتب وزارة الثروة البحرية في أقليم شمال البحر الأحمر السيد براخي هايلي أن الدورات التدريبية المتخصصة في حفظ الأسماك وصيانة شباك الصيد وطهي السمك وغيرها تحقق نتائج جيدة لتطوير قدرات الصيادين التقليديين. وقال إن الوزارة تعمل باهتمام كبير لتغيير الوسائل التقليدية ورفع الوعي وتقديم معدات الصيد الحديثة ليتمكن العديد من الصيادين من الانتقال من الصيد بالوقوف في الشواطئ إلى الصيد بالقوارب الكبيرة. وأوضح بأن أنشطة التشجير على شواطئ البحر يضمن استمرارية المنتجات البحرية، مشيرا إلى تشجير شواطئ البحر من أفتة وحتى مرسى فاطمة بالكامل، وتنمو أشجار الشورى جيدا في شواطئ جزيرة دهلك وجمهيلة ومكعنيلة ودحل وأفتة. ويجري العمل لإعادة تشجير الأشجار المقتلعة في جزر دربوشيت ودبعلو ونورة وسلعيت ودهلك كبير. وقال السيد براخي إن سوء استخدام الثروات البحرية يعرضها للدمار والانقراض بسهولة، وقد دمرت أشجار الشورى التي زرعت في شواطئ زولا وإنجل ومكعنيل لسوء الاستخدام، وتسبب ذلك في ابتعاد الأسماك التي كانت قريبة من السواحل، وسيؤثر استمرار ذلك سلبا على التنوع البحري، داعيا لتشجير كثيف الأشجار الشورى وضمان نظافة شواطئ البحر. أعلن قسم الثقافة والرياضة في أقليم عنسبة اتخاذ خطوات جادة لحماية الآثار في الأقليم خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح المدير العام للقسم السيد سراج الحاج العمل لحماية الآثار المطمورة والموجودة في سطح الأرض، بالإضافة إلى توثيق التاريخ الشفهي والتراث التقليدي بالكتابة والصور. وأشار إلى تسجيل 718 مبنى أثري في مدينة كرن بموجب الخطة الموضوعة لحفظها والقيام بأنشطة استكشاف الآثار بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوضح السيد سراج أن برامج عام 2021 تتضمن القيام بدراسة عن التراث غير المادي، والمرحلة الثانية من دراسة المباني الأثرية في مدينة كرن، وإنتاج فيديو توثيقي ثقافي، وتنظيم المناشط الرياضية على مستوى الأقليم والمديريات، وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة. أعرب سكان مدينة مندفرة عن ارتياحهم لتوسيع الخدمات الصحية للمركز الصحي في المدينة الذي خفف الضغط على المستشفى المرجعي. أوضح السكان أن بدء المركز الصحي الفحوصات المخبرية للحوامل إلى جانب خدمات رعاية الأمومة والطفولة ساعد حصول الحوامل على الخدمات عن قرب. وقال مسؤول المركز الصحي الممرض برهانة هيلي إن الأنشطة الأساسية للمركز الصحي تتمثل في خدمات رعاية الأمومة والطفولة والإنجاب الصحي والنظافة البيئية والتحاليل الطوعية وتطعيم الأطفال والتوليد. وأشار إلى إيلاء الأهمية لخدمات رعاية الأمومة والطفولة.
أعرب سكان شلاشاي في مديرية حجات عن ارتياحهم لحصولهم على مياه الشرب الصالحة من مشروع المياه الذي أرسوه بتوظيف قدراتهم المالية والعضلية عام 2015. أوضح السكان أن المشروع الذي يشتمل على مولد الطاقة الشمسية وبئر وخزان مياه سعة 700 برميل ونقطة توزيع المياه يعمل جدا نتيجة الرعاية والاستخدام الجيد، منادين لإيصال التيار الكهربائي الذي وصل إلى حشفيراي لتقاديم معدات مولد الطاقة الشمسية. وأكد السكان على استعدادهم للتعاون لتطوير مشروع المياه الذي أسهم كثيرا في حياتهم المعيشية وانتفاء الأمراض الناتجة من تلوث المياه. أيها السادة والسيدات، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة على الأنباء على الصعيد العالمي. يبقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد الفارين من العنف في منطقة الساحل بغرب أفريقيا زاد بواقع 4 أمثاله خلال العامين الماضيين، وإن عدد النازحين في دولهم بالمنطقة وصل إلى 2,000,000. وكثف متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة وداعش وجودهم في المنطقة شبه القاحلة على حافة الصحراء، وألهبوا الصراعات العرقية في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأرقموا تجمعات سكانية كاملة على النزوح عن ديارها. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي في جنيف إن أكثر من نصف النازحين موجودون في بوركينا فاسو، حيث يضطر كثيرون للنوم في العراء ولا يجدون ما يكفي من المياه. أبلغت حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن السلطات الأفغانية برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في 20 من فبراير الماضي بين واشنطن وحركة طالبان، خصوصا بهدف تقييم احترام الحركة لتعهداتها. وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان إن سوليفان اتصل بنظيرها الأفغاني حمد الله مهيب وأبلغه بوضوح بنيته مراجعة الاتفاق. وينص الاتفاق الموقع في الدوحة ولم تصادق عليه حكومة كابول التي لم تشارك في المفاوضات على أن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات إرهابية بالعمل على المناطق التي تسيطر عليها. وأثارت تصريحات المتحدثة باسم سوليفان ارتياح السلطات الأفغانية التي تنتظر بقلق الموقف الذي ستتخذه إدارة بايدن من الاتفاق. في المقابل أكدت طالبان أنها ما زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. شرعت الصين في اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك فرض عمليات إغلاق في المناطق عالية الخطورة وإجراء الاختبارات الجماعية. وبدأت الاختبارات الجماعية في مدينة هاربن الشمالية الشرقية في محافظة هيلونغ جيانغ، حيث كانت هناك مجموعة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 حسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزي. كما تم فرض الإقلاع في أجزاء من بكين ومدن أخرى في أعقاب تفشي المرض، بينما بدأت المدارس العطلة الشتوية في وقت أبكر من المعتاد. ودعت السلطات المواطنين إلى الحد من السفر خلال ذروة السفر في عيد الربيع. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن من المبكر جدا التوصل إلى أي استنتاجات تتعلق بعمل بعثتها إلى ووهان، وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت في الصين. وكان فريق من خبراء المنظمة وصل إلى ووهان في 14 من يناير للتحقيق في منشأ فيروس كورونا بعد أكثر من عام على ظهور أولي الإصابات في المدينة بوسط الصين.
والخبر الأخير في هذه النشرة: تمكن باحثون ألمان من مساعدة فئران مشلولة بسبب إصابات في الحبل الشوكي على السير مجددا، وذلك بإعادة إنشاء رابط عصبي كان يعتبر حتى الآن غير قابل للإصلاح في الثدييات باستخدام بروتين مصمم يحقن في الدماغ. وتترك إصابات الحبل الشوكي الناجمة في الغالب عن حوادث رياضية أو مرورية أصحابها في حالة شلل، لأنه ليس كل الألياف العصبية التي تحمل المعلومات بين العضلات والمقدرة على النمو مجددا. لكن الباحثين بجامعة في بوخم تمكنوا من تحفيز الخلايا العصبية للفئران المشلولة لدفاعها إلى التجدد، وذلك باستخدام أحد البروتينات. وقال ديتمار فيشر رئيس فريق البحث أن الفئران المشلولة التي تلقت العلاج بدأت في المشي بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع. نهاية النشرة، إلى اللقاء.